لو بتحب افلام الرعب وخصوصا افلام النجاة والصراع على البقاء يبقى القائمة دي معمولة علشانك. كمل معايا الفيديو للنهاية عشان محضر لك مفاجأة. انا مصطفى روبي ودي قناة رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدأ. رقم 15 بارادايس لوست. الفيلم بيحكي عن مجموعة شباب مسافرين في البرازيل، رحلتهم بتتحول لكابوس بعد حادثة اتوبيس بتسيبهم محبوسين في منطقة ساحلية بعيدة. في الأول المكان بيكون شكله جنة، مية صافية وشواطئ جميلة وناس ودودة، لكن بسرعة كل ده بيتغير، حاجاتهم بتختفي والناس بتبقى عدوانية، وبيكتشفوا إن المكان ده مش كل اللي بيدخله بيخرج منه. الفيلم بيخلي المكان الجميل ده بيتحول لرعب نفسي، مفيش ثقة والخطر مستخبي ورا كل ابتسامة. They robbed us. What did they take? Our money, our credit cards, our passports, everything. رقم 14 داون رينج. الفيلم بيحكي عن رحلة عادية على الطريق بتتحول لكابوس لما عربية شلة أصحاب بيتفجر الكاوتش بتاعها في طريق فاضي تماما. في الأول الموضوع بيبان إنه سوء حظ، لكن فجأة رصاصة بتكسر الهدوء وبيفهموا إنه في حد بيضرب عليهم من بعيد، وبيفضلوا محبوسين ورا العربية ومفيش مكان يهربوا ليه، ومش شايفين العدو أصلا. الخوف بيتحول ليأس والإصابات بتزيد، وكلهم تحت رحمة قناص عمره ما غلط. فيلم توتره عالي جدا بيحول طريق مفتوح لفخ مميت. رقم 13 هيل. في عالم الشمس فيه بتموت، المية بقت أغلى حاجة على الأرض. مجموعة ناجين بيسافروا في عالم مدمر، بيدوروا على أكل ومية وأمان، لكن الخطر الحقيقي مش في البيئة، الخطر هو في الناس اللي لسه عايشة. كل خطوة فيها خطر، وكل قرار ممكن ينقذك أو يوديك لموتك. الفيلم بيعتمد على التوتر والعزلة، وبيطرح فكرة مرعبة. لما العالم ينهار البشر هيبقوا أخطر حاجة. رقم 12 بيرنينج برايت. بنت واخوها اللي عنده توحد محبوسين في البيت وقت اعصار عنيف، بس المصيبه مش في الاعصار، في نمر ضخم جوه البيت، الشبابيك مقفوله والابواب مقفوله ومفيش مكان يهربوا منه، لازم يتحركوا بهدوء وسط الضلمه، والنمر بيطاردهم من كل مكان. فيلم موتر جدا وبيحول البيت لسجن مرعب، والنجاه فيه محتاجه هدوء وصبر وتركيز رهيب. رقم 11 باك كونتري. الفيلم بيحكي عن زوجين بيقرروا يطلعوا رحلة تخييم في عمق الغابة عشان يهربوا من زحمة المدينة ويستمتعوا بالهدوء، لكن كل ما يدخلوا أكتر جوه الغابة الدنيا بتبقى أهدى بشكل غريب ومقلق، وفجأة بيكتشفوا إنهم تايهين وممكن ما يكونوش لوحدهم. التوتر بيزيد مع أصوات غريبة حواليهم وعلامات بتدل إن في حيوان ضخم قريب من المكان، مفيش شبكة ومفيش حد يساعدهم، والغابة محوطاهم من كل اتجاه، والخوف بيبدأ يسيطر عليهم. الفيلم بيظهر إن الطبيعة ممكن تبقى أخطر بكتير مما تتخيل. رقم 10 فروزن. رحلة تزلج عادية في الويك اند بتتحول لكابوس. 3 أصحاب بيتحبسوا على كرسي التزلج فوق جبل متلج، والمكان بيكون قفل، وبيفضلوا متعلقين في الهوا في برد قاتل، ومش بيكون في طريقة ينزلوا، ومحدش عارف انهم لسه هناك. الوقت بيعدي والامل بيقل، وبيلاقوا نفسهم مضطرين ياخدوا قرارات مستحيلة عشان يعيشوا. مكان فاضي مفهوش غير صمت وبياض حواليهم بيخلي الإحساس بالوحدة مرعب جدا. رقم 9 ألون. الفيلم بيحكي عن ست فقدت جوزها وقررت تبدأ من جديد، وسافرت لوحدها بعربيتها. في الطريق بتقابل راجل شكله هادي، بس وراه بتكون في حاجة مريبة وخطيرة. الموضوع بيبدأ بمواقف غريبة، لكن بيتحول لمطاردة مرعبة لما تكتشف انه بيلاحقها في طرق فاضية وغابات وأماكن معزولة ومفيش حد يساعدها. الفيلم بيعتمد على الوحدة والخوف، وبيوصلك إحساس ان أخطر مكان ممكن تكون فيه انك تكون لوحدك. People think they can hide it, but they can't.
رقم 8 them. الفيلم بيحكي عن زوجين عايشين في بيت هادي ومعزول في الريف. في الأول بيسمعوا أصوات غريبة بالليل، خطوات وخبط وظل بره الشباك. في الأول بيفتكروا إنها حيوانات أو خيال، لكن الموضوع بيبدأ يبقى متعمد وخطير، وبيكتشفوا إنه في حد بره بيراقبهم وبيفضل يجرب الأبواب وبيقرب منهم شوية بشوية. الفيلم عبارة عن ليلة طويلة من الرعب والتوتر، وبيعتمد على الصمت والضلمة والعزلة عشان يخليك مشدود طول الوقت. رقم 7 Dangerous Animals. بنت بتحب المغامرة وركوب الأمواج، وهي بتسافر على سواحل استراليا بتقابل واحد لطيف بس غامض وبيعرض عليها مغامرة في البحر. الراجل ده متخصص في رحلات مع القروش. في الأول الموضوع كله بيبقى حماس ومتعة، لكن واحدة واحدة بتكتشف إن الرحلة دي مش راجعة بيها تاني، وبتبقى محبوسة في عرض البحر، مفيش وسيلة تطلب بيها مساعدة، ولازم تفضل هادية وتدور على أي فرصة عشان تهرب. بس المشكلة إن اللي معاها مهووس بالحيوانات المفترسة بشكل مرعب. فيلم بيحول البحر لسجن مفتوح، والثقة فيه ممكن تموت. رقم 6 A Perfect Getaway. الفيلم بيحكي عن زوجين لسه متجوزين رايحين يقضوا شهر العسل في جزر هاواي. رحلة مثالية وطبيعة شواطئ ومغامرات بعيد عن الزحمة. في الطريق بيقابلوا ناس تانية وبيقرروا يمشوا مع بعض في رحلة وسط الطبيعة، بس بتبدأ تنتشر إشاعات إن في سفاحين بيستهدفوا السياح، ومع الوقت الشك بيبدأ يكبر وكل واحد بيبدأ يسأل مين فينا ممكن يكون القاتل. الكلام العادي بيتحول لتحقيق، وأي تصرف غريب بيخلي الخوف يزيد. فيلم نفسي جامد جدا بيخليك تشك في كل اللي حواليك. Authorities are searching for a man and a woman. What do you think? رقم 5 هش. كاتبة صماء عايشة لوحدها في بيت معزول وسط الغابة، عايشة في هدوء تام عن دوشة العالم، لكن فجأة بيظهر واحد لابس قناع قدام شباكها وبيكتشف انها مش بتسمع، ومن هنا بيبدأ صراع بقاء مرعب، وبتكون لازم تعتمد على نظرها وذكائها بس عشان تعيش. مفيش جيران ومفيش طريقة سهلة تطلب بيها مساعدة، كل حركة ممكن تكون حياة أو موت. الفيلم عبقري لأنه بيعتمد على الصمت وبيحول بيت هادي لساحة حرب مرعبة. رقم 4 كلايبري. الفيلم بيحكي عن 2 صحاب من زمان بيطلعوا رحلة صيد في قرية بعيدة في مرتفعات اسكتلندا، وعايزين يهربوا من ضغط الحياة ويستمتعوا بالهدوء، لكن حادثة صدمة في قلب الغابة بتغير كل حاجة، والرحلة بتاخد منحنى مختلف مفيش رجوع منه، والخوف بيبدأ يسيطر عليهم، وقرار واحد غلط بيجر وراه سلسلة قرارات أسوأ. فيلم نفسي تقيل عن الذنب وازاي لحظة واحدة ممكن تغير حياتك للأبد. رقم 3 جانجل. شاب بيقرر ينضم لمجموعة مغامرين في رحلة جوه غابات الأمازون. في الأول بيكون في مغامرة وحماس، لكن بسرعة بتتحول لكابوس لما يضيعوا جوه الغابة، وبيظهر مطر وجوع وتعب وأرض صعبة جدا، وكل ده بيبدأ يكسرهم واحد واحد. المجموعة بتتفرق والغابة بتتحول لمتاهة مرعبة مليانة أخطار. اللي بيكون لوحده لازم يتحدى نفسه عشان يعيش. فيلم بيظهر قد إيه الطبيعة ممكن تكون قاسية، وإزاي البقاء محتاج قوة كبيرة جدا. رقم 2 رن. بنت مراهقة طول عمرها عايشة في البيت، بتدرس من البيت وعندها مشاكل صحية كتير. أمها مسيطرة على كل حاجة في حياتها بشكل زيادة عن اللزوم. بتبدأ تلاحظ تفاصيل صغيرة مش منطقية، والشك بيتحول لخوف، وبتفضل تدور على الحقيقة، وبتكتشف إن حياتها ممكن تكون كابوس أكبر بكتير مما كانت فاكرة. محبوسة في بيت كل حاجة فيه تحت السيطرة، الأبواب والتليفونات وحتى العلاج، ولازم تستخدم ذكائها عشان تهرب وتعرف الحقيقة. رقم 1 سند هيلب. بعد ما طيارة خاصة بتقع في جزيرة معزولة، 2 بس اللي بينجوا وبيبقى معاهم موارد قليلة، مفيش اتصال ومفيش أمل واضح إن في حد يعيش. في الأول البقاء بيبقى شكله سهل، لكن العزلة بتبدأ تأثر عليهم نفسيا. الأيام بتعدي والتوتر بيزيد، وأسرار بتبدأ تظهر، والصراع مش بيكون بس مع الطبيعة لكن بينهم وبين بعض. الفيلم بيركز على العزلة والشك والصراع النفسي، وبيظهر قد إيه البقاء ممكن يتحول لمعركة عقلية خطيرة لما يكون مفيش مخرج. Like I was. Although I'm betting. وعشان انت كملت معايا الفيديو لحد هنا، جايب لك 4 أفلام كمان تضيفهم على القائمة. سويت هارت. بنت بتلاقي نفسها على جزيرة مهجورة بعد حادثة مركب. في الأول بتحاول تتأقلم وتعيش بالموارد القليلة اللي معاها، بس بسرعة بتحس إنها مش لوحدها. علامات غريبة بتظهر خصوصا بالليل، والخوف والعزلة بيبدأوا يكسروا إحساسها بالأمان.
ذا جراي. بعد سقوط طيارة في برية ألاسكا المتجمدة، مجموعة من العمال لازم يساعدوا بعض عشان يعيشوا، وبيقودهم واحد عنده خبرة في الصيد، وبيحاولوا يرجعوا لبلدهم، لكن البرد والإصابات وخطر الطبيعة نفسها بتكون أخطر بكتير من اللي توقعوه. The time. I want to see your face, feel your hands in mine. هانتد، بنت بتقبل توصيلها من راجل شكله عادي، لكن بسرعة بتتحول لكابوس وبتهرب منه جوه غابة كبيرة وهي مصابة وتعبانة لوحدها، وكل ما تدخل أعمق في الغابة المكان نفسه بيبقى عدو ليها. أم ليجند، نيويورك شبه فاضية تماما، عالم بقى مدمر بعد كارثة قضت على أغلب البشر، وعالم دكتور فاكر نفسه آخر إنسان حي، بالنهار بيدور على أكل وموارد، وبالليل بيستخبى من كائنات خطيرة بتطلع في الضلمة. رغم الوحدة المميتة بيكون لسه عنده أمل إنه يلاقي علاج. Anyone is out there. Please. ودي كانت نهاية الفيديو. قولي في الكومنتات اكتر فيلم عجبك وهتبدأ بيه، ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن اخبار الافلام والمسلسلات اول باول. اشوفكوا على خير.